الاتحاد السوفيتي. أفغانستان. حرب بدأت بقرار سياسي وتحولت لمستنقع عسكري وانتهت بانهيار إمبراطورية كاملة. النهاردة هحكي لكم حكاية الحرب السوفيتية الأفغانية. علشان نفهم الحرب لازم نرجع قبلها بسنة 1978 حصل انقلاب في أفغانستان اسمه ثورة ثور. الحزب الشيوعي الأفغاني مسك الحكم وبدأ يغير كل حاجة بالعافية: قوانين ضد العلماء، تغيير المناهج، إلغاء أحكام الشريعة، ضغط على القبائل، إعدامات لأي حد يعارض. والشعب الأفغاني شعب قبلي محافظ فبدأ يغلي. بدأت ثورات صغيرة في القرى، بعدها انتفاضات في المدن. الاتحاد السوفيتي كان شايف أفغانستان كرصيف أمان، لو وقعت أمريكا هتبقى على حدوده. والتمرد كل يوم بيكبر لحد ما القيادة السوفيتية قالت الجملة اللي غيرت العالم كله: لازم نتدخل. والقرار ده هو اللي هيوصلنا لأول منعطف في 25 ديسمبر 1979. ليلة برد، هدوء، وفجأة الحدود الشمالية الأفغانية بتتهز. الدبابات السوفيتية بتعبر، مروحيات مي 24 بتغطي السماء، ومظلات بتنزل على كابل. في 3 أيام بس السوفييت سيطروا على العاصمة وقتلوا الرئيس حافظ الله أمين وحطوا بداله رئيس تابع ليهم. هنا منطقي نروح لنقطة مهمة جدا: لما بلد تحتل مين اللي بيقف؟ وده يخلينا ندخل على طول لظهور القوة اللي هتغير مجرى الأحداث. بعد ما السوفييت دخلوا ما عادش الموضوع صراع سياسي، بقى صراع حياة أو موت. وفي كل وادي وفي كل جبل بدأت مجموعات مقاومة تتكون من أبناء أفغانستان. الناس دي ما كانتش جيوش نظامية، لكن عندهم عقيدة، معرفة بالأرض، وغيرة على البلد. وبدأ يظهر قادة كبار وأسمائها تفضل محفوظة في تاريخ المقاومة، زي أحمد شاه مسعود واللي لقب بأسد بنجشير، وجلال الدين حقاني، وقلب الدين حكمتيار، وعبد الرسول سياف، ويونس خالص، وبرهان الدين رباني. ومع صعود المقاومة كان لازم يحصل تدخل دولي. الدول العربية قدمت دعم مالي كبير، السعودية ضخت أموال، الإمارات والكويت دعم إنساني، ومصر ساعدت بصواريخ RPG وذخيرة. وأمريكا شافت فرصة ذهبية إنها تنزف الاتحاد السوفيتي زي ما السوفييت خلوها تنزف في فيتنام. فبدأت عملية الإعصار، برنامج مخابراتي ضخم لتسليح المجاهدين. والدعم ده هو اللي هينقل الحرب من مجرد مقاومة لمعارك ضخمة هتهز جبال أفغانستان. وأول مكان هيتأثر بالدعم ده هو أخطر وادي تحت سيطرة المجاهدين، وادي بنجشير. أحمد شاه مسعود مسيطر على الوادي، والسوفييت شايفينه تهديد مستمر، فقرروا يعملوا سلسلة هجمات، مش هجوم واحد، 9 حملات عسكرية كاملة. لكن ليه بنجشير مهم؟ بنجشير مهم لأن السيطرة عليه كانت معناها قطع خطوط الإمداد عن المجاهدين، تأمين الطرق بين الشمال وكابل، ضرب أكبر قائد مقاومة في الجبال. في كل حملة السوفييت داخلين بآلاف الجنود وطيران شغال 24 ساعة، لكن كل حملة كانت بتنتهي بنفس النتيجة: المجاهدين موجودين في أماكنهم والسوفييت بيرجعوا بخسائر. وبسبب فشلهم في بنجشير بقوا يحاولوا يفتحوا جبهات تانية لتعويض الفشل. بعد الفشل في بنجشير السوفييت قرروا يسيطروا أكتر على الشرق، وهنا دخلنا على مدينة خوست، المدينة اللي بقت شوكة في زور الجيش الأحمر. المجاهدين عرفوا إن خوست مركز مهم للإمدادات فحصروها سنوات طويلة. بسبب الضغط في بنجشير السوفييت اضطروا يسحبوا قوات من خوست، وده خلى المجاهدين يقربوا أكتر لحد ما سقطت المدينة بالكامل. بعد حصار خوست السوفييت حاولوا يفتحوا مواقع جديدة في المناطق الحدودية، ومنها منطقة اسمها جاجي. الموقع ده كان مهم لأنه كان بوابة لخطوط الدعم من باكستان. وفي المعركة دي العرب شاركوا مشاركة واسعة وثبتوا ثبات كبير قدام هجمات الطيران السوفيتي، لأن السوفييت لما فشلوا في اقتحام المواقع الحدودية احتلوا السماء واستخدموا المروحيات بكثافة. وبعد معارك بنجشير وخوست وجاجي السوفييت
اعتمدوا بشكل كبير على المروحيات. ليه؟ لأن الأرض بقت نار عليهم، فقرروا يسيطروا من فوق. وهنا أمريكا دخلت بأخطر سلاح في الحرب، صواريخ ستينجر. من اللحظة دي كل المعارك اللي فاتت اتغير شكلها. بنجشير بقت أصعب للسوفييت، خوست بقت معزولة، الهجمات الجوية قلت، قوافل الإمداد اتضربت. وداخل سلسلة الأحداث دي بدأت الخسائر تكسر ظهر الجيش الأحمر، مع سقوط الطيارات وحصار المدن وخسائر بنجشير وحرب العصابات الشرسة. الجيش السوفيتي بدأ ينهار من جوه، معنويات ضعيفة، اقتصاد بينزف، ضغط داخلي من الأمهات، ضغط عالمي، وعجز عن السيطرة على الأرض. في نهاية 1988 بدأ السوفييت يسحبوا قواتهم رسميا، وفي 11 فبراير 1989 آخر جندي سوفيتي عبر جسر حيرتان خارج أفغانستان. القائد السوفيتي قال: ولا جندي سوفيتي خلفي داخل أفغانستان. انسحب السوفييت، لكن البلد فضلت مجروحة وتحولت لحرب أهلية. وبعدها ظهر تنظيم جديد اسمه طالبان، لكن دي قصة الفيديو تاني لوحدها. لو عايزين نتكلم عنهم اكتبوا في التعليقات. الحرب السوفيتية الأفغانية مش مجرد حرب، دي دراسة كاملة في فكرة إن القوة لوحدها مش كفاية، وإن الجبال ليها أهل يحموها، وإن الأرض بقت أقوى من الحديد. ودي كانت القصة الكاملة للحرب السوفيتية الأفغانية. سلام.